بصوا يا جماعه، مبدئيا عشان في نغمه مش عجباني، الاهلي لسه بينافس على الدوري. على كده نمسكها واحده واحده. اكيد ماتش يوم الاثنين بين الاهلي وبيراميدز ده هيكون مفصلي، واللي هيكسب فيهم هو ده اللي هيبين لك هو مين اللي هينافسك لنهايه الدوري. يعني لو بيراميدز كسبت فبيراميدز هنا هي اللي هتكمل معاك المنافسه لاخر الدوري، لو الاهلي كسب فالاهلي هو اللي هيكمل معاك المنافسه لاخر الدوري. تعال اقول لك اللي ماشي في دماغ الاهلاويه الفتره ديت ايه اللي محضرينه علشان يحاولوا ان هم يخطفوا الدوري من الزمالك. الاهلي طبعا عينه هتكون على ماتش الزمالك وانبي اللي بنسبه كبيره قوي هيديهم دفعه هتكون اكبر من بيراميدز. نتيجه الزمالك وانبي هتحدد شكل الاهلي قدام بيراميدز هيكون عامل ازاي. لو الزمالك قدر يكسب انبي او الاهلي دفعته 90% هتبقى 50%. لو بعد الشر حصل اي نتيجه سلبيه من الزمالك قدام انبي، سواء بقى كانت بالتعادل او بعد الشر بالخساره، فالدفع عند الاهلي هتكون 100%. انت دلوقتي الفرق بينك وبين الاهلي 5 بونت. ال5 بونت دول انا بقول لك الاهلي او الاهلاويه بيعتبروا ان الفرق بينك وبين الاهلي نقطتين بس مش 5. ليه؟ لان هو لسه عنده ماتش معاك. فانا عايز اكسب الدوري، هو من وجهه نظره يعني عايز يكسب الدوري، فيقول لك انا كده كده هكسب الزمالك، فيكون الفرق نقطتين بس. هم بيتعاملوا دلوقتي ان الفرق نقطتين ومستنيين ان الزمالك يتعادل او يقع ماتش. انا بكلمك من وجهه نظرهم، هم كده كده وحشين، وارد ان هم يتعادلوا، وارد ان هم يخسروا نقط، كل ده وارد انه يحصل في الكوره. ولكن انا بقول لك طريقه تفكيرهم عامله ازاي. هل في عالم الكوره صعب ده يحصل؟ لا طبعا مش صعب ده يحصل. مش صعب خالص ان الزمالك ممكن يتعادل ماتش، لان بقيه الماتشات كلها صعبه، سواء كان ماتش انبي، سواء كان ماتش سموحه، سواء كان ماتش سيراميكا الاخير. ماتش الاهلي هنستبعده علشان دي هتبقى نتيجه بين الفرقتين. فبعيدا عن ماتش القمه، ماتشات كلها صعبه للاهلي وللزمالك. وارد ان الاهلي يقع، وارد برضو ان الزمالك يقع. على ارض الواقع الاهلي يعتبر ان الفرق بينه وبين الزمالك نقطتين بس، عشان هو عامل حسابه انه هيفوز على الزمالك. طبعا لو الزمالك فاز او الماتش خلص تعادل فده اكيد لمصلحه الزمالك. فرساله للاعيبه الزمالك، الدوري لسه ما اتحسمش، احنا قطعنا شوط كبير جدا وعدينا ماتشات صعبه كتير زي مباراه بيراميدز اللي كانت هتبقى مفصليه. فاضل ماتش انبي طبعا هيبقى جزء مفصلي في حسم الزمالك للقب الدوري، واللي بعده باذن الله هتكون مباراه الاهلي. لو قدرنا نفوز فخلاص احنا كده خلصنا الدوري. طبعا عينينا هيبقى على ماتش الاهلي وبيراميدز اللي هنشوف النتيجه فيها هتبقى عامله ازاي. ولكن قبلها الساعه 5 لازم الزمالك يفوز على انبي، عشان بعد كده مباراه الاهلي وبيراميدز تكون لمصلحه الزمالك. وان شاء الله ده اللي يحصل، الزمالك يفوز على انبي، وان شاء الله الاهلي وبيراميدز يتعادلوا باذن الله. في النهايه باذن الله الدوري زملكاوي.